تخيل أن جعالة العيد أو شاي وقهوة العيد قد تكون السبب في أن دوائك ما له أي مفعول ويمتنع جسمك تماما عن امتصاص أي علاج. الموضوع أبسط مما تتخيل وأخطر مما تظن. الكافيين اللي في الشاي أو حتى السكريات والدهون اللي في حلويات العيد واللي ناخذها وقت العيد بتغير حموضة المعدة وتأثر على سرعة امتصاص الدواء. وكثير أدوية مثل أدوية الغدة الدرقية أو بعض المضادات الحيوية وحتى مسكنات الألم لو أخذتها مع الشاي فعاليتها بتقل أقل شيء للنص، يعني كأنك ما أخذت أي علاج وجسمك ما استفاد ولا بشيء. عشان كذا خذوا هذه النصيحة مني، دوائك دائما لازم يشرب مع ماء صافي فقط. وإذا أنت من عشاق الشاي اصبر على الأقل ساعة كاملة يا إما قبل أو بعد ما تأخذ الدواء. ارسل هذا الفيديو لأي شخص أو أحد من أهلك أو أصحابك اللي بياخذوا أدوية عشان ما يضيع تعبهم في أيام العيد. ودمتم سالمين، تابعني المزيد عشان صحة حديث.